الزليج المغربي في ماليزيا. واحد واقف يشرح داخل مسجد أنشئ في ماليزيا على الطراز المغربي، ووقف يتكلم أمام مغربية بتصور، يقول لها ده زليج مغربي وجبناه هنا أو عملناه لأننا بنحب المغرب والمسافة بعيدة، فحبينا يبقى فيه شيء من المغرب هنا، فجبنا معلمين من المغرب، صناع من المغرب، عملوا لنا الزليج هنا في ماليزيا على الطراز المغربي. الفيديو له معاني كثيرة جدا حلوة. أولا إن الناس دي بتحب المغرب ومرتبطة بالمغرب، وشفنا أيام كأس العالم، أيام ما كانوا أسود الأطلس بيلعبوا في قطر، كان رد فعلهم إيه وكانوا بيتصرفوا إزاي في ماليزيا وفي دول كثيرة جدا إسلامية كانت تقدر المغرب، واكتشفنا ده مع كأس العالم. لكن ما زلنا بنشوف ونستكشف أنهم حتى عندهم، شفنا في الصين عاملين مجسم لشفشاون، مدينة شفشاون المغربية، شفنا في أندونيسيا، شفنا في سنغافورة، شفنا في دول كثيرة جدا ياخدوا شيء من المغرب، شيء من ريحة المغرب. بل إننا شفنا في أمريكا نفسها سفارة المغرب وغيره من مباني على الطراز المغربي الملفت الجميل. بل في القاهرة سفارة فرنسا اللي كانت موجودة، اللي اتعملت في القرن ال19، شفناها على الطراز المغربي. والسفير أو الملحق اللي موجود هناك الثقافي قال في فيديو شهير كان منتشر مؤخرا إن السفارة على الطراز المغربي، الطراز المعماري المغربي. حتى في دول زي سلطنة عمان ولا في الإمارات لما بيعملوا مبنى بيعملوه شيء من ريحة المغرب، شيء من جمال المغرب، شيء من تراث وتاريخ المغرب، خاصة التراث المعماري. أي إنسان طبيعي يحب الآخر فياخد منه شيء. المشكل في عديم الهوية اللي ياخده يقول ده بتاعي، واللي راح عند الأصل ده خدوه من عندي. زي ما شفنا مؤخرا مسجد الأمير عبد القادر اللي صوره سعودي، وهوريك السعودي وهو بيتكلم عن الزليج الجزائري دلوقتي كمقارنة، مش مقارنة، كاستدلال على حالة العبث والجنون، ويقول لك هذا على الطراز المعماري الجزائري، مع إن مكتوب في كل المواقع بتاعتهم هم في موقع الجامع نفسه أنه بني على الطراز المصري، الإطار من بره، أما الزخرفة من الداخل فبنيت على الطراز المغربي، والزخارف المغربية والجبس والزليج والطريات والكلام ده مغربي، لكنه يدعي ما لا يملكه. وهي دي الأزمة. اسمع الماليزي ده الأول واستنى أحكي لك الحكاية دي. حتى المغربي متواجد في ماليزيا. تتفخر أهل المغرب إلى ماليزيا، فلتفضل إلى ماليزيا في أهلكم وإخوانكم، فلتفضل مشكورا. إلى اللقاء. على هذا احنا هناك ماليزيا فترة جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. المغربي لما يدور هيلاقي من المغرب شيء في أي بلد، ده اللي أنا لاحظته مؤخرا. لو رحت مصر هتلاقي مباني مبنية على الطراز المغربي من زمان، زي ما شفنا السفارة الفرنسية اللي موجودة في القاهرة، المبنى القديم مبني على الطراز المغربي. تشوف في ماليزيا، تشوف في الصين، تشوف في أي مكان تلقى عملوا شيء من المغرب لأنه شيء مميز، ولما يعملوه ينسبوه لصاحبه لأن هو ده اللي يعطيه القيمة. يعني في ماليزيا لو قالوا أن هذا الزليج على الطراز الماليزي، أولا الماليزي اللي رايح هيبص ويقول إيه الخرطي ده؟ انتوا بقيتوا جزائريين كده ليه؟ ثانيا هيفقدوا قيمته، مش هيبقى له شكل ولا مضمون. زي ما جوه الجزائر نفسها لو جاب قفطان مغربي وكتب عليه هنا يباع القفطان الجزائري، محدش هيروح يشتريه، هو بيروح يشتريه عشان مغربي وهو عارف انه مغربي، وهتلبسه هي وتكتب شوف القفطان الجزائري، بس مش هتشتريه الا عشان مغربي. هي دي القصة. لكن هذا التراث المعماري اي حد يحط صورة لهذا الزليج او لاي شيء مغربي، مجرد انك تشوفه كده تبص له من الوهله الاولى ده مغربي وتقول مغربي.
وكون انك بتحب المغرب، يعني انا ممكن البس الجلابه المغربيه حبا في المغرب، لكن لا يمكن اني في يوم من الايام اقول هذه الجلابه مصريه. المصريين هيقولوا لي يا مهبول، بتعمل ايه يا مهبول، بتقول ايه؟ طبيعي محدش يقبلها على نفسه. على فكره انا بشفق على اللي يعمل ده، لكن في ناس عندها اللصوصيه في الدم، لص بالفطره، لص بالميلاد، لص بالوراثه، هو كده عنده كده ياخدها ولا يستحي انه يقول لا دي ديالنا واصل احنا الاصل واحنا كان اسمنا المغرب ودول كان اسمهم مش عارف ايه ودول كان اسمهم ايه، ويعمل حدوته اختلاق كاذب لا حد يصدقه ولا حد اصلا يقتنع بيه. انما الناس الطبيعيه اللي عندها تراث، الماليزيين عندهم تراث وعندهم تاريخ طويل، يقول لك انا خدت ده ما يشوفش فيها عيب، ده من المغاربه علشان احنا بنحب المغرب وبنحب المغاربه، وده فن، نوع من الفن. زي ما احنا مثلا عندنا تلاقي في الدار مثلا انتيك لبرج ايفل، انتيك على شكل ساعة بيج بن، اي حاجه. مش معنى ذلك ان هي دي عندنا والفرنسيين ادوها بركه برك، لا، انما انتيك فن. نفس الحكايه في ماليزيا عملوا ده، في الصين عملوا ده، في دول كتير عملوا ده، في امريكا موجود، في اوروبا موجود، الجامع الاعظم في فرنسا في باريس، في غيره، او الجامع الكبير في باريس وغيره من مباني هتلاقيها في دول كتيره جدا على فكره. ومنين ما تروح هتلاقي شيء. يا اخي في جزر الكناري اكتشفنا انهم امازيغ اصلا من سوس، وان اللي نشر الاسلام فيها سوسي. في امريكا في اي مكان تروح يروح المغربي يلقى شيء مغربي، لازم يلقى شيء مغربي، لانها دوله حضاره مش دوله اللي يعدي يركب. في التاريخ دولة حضارة، دولة لها تراثها ولها تاريخها ولها معمارها ولها شكلها ولها هويتها. النهاردة بنشوفها في ماليزيا، هذا الشيخ في ماليزيا بيورينا ويقول لهم فينا المغرب واهلا بكم وكلام من ده. ده هو ده الوزن الحقيقي للتراث المغربي والقيمة الحقيقية للتراث المغربي اللي بيشهد بيها الآخر، واللي تلاقي الناس الطبيعية يأكدوا لك ان اللي جنبنا دول استثناء لا يقاس عليه، انما يواجهوا بانهم يتقال ده للعالم، فبقوا مفضوحين دلوقتي وبقى الكل بيضحك عليهم دلوقتي غير الاول ويتركوا. انما العالم الطبيعي يقول دي مغربيه، بل ان يعطيها قيمه انك تقول عليها مغربي، تكتب عليها مغربي، ده يعطيها قيمه لان ده قيمتها. انما انك تكتب عليها تراث مصري مثلا، اللي جاي مش اهبل يعني. مفيش حد في العالم في زمن السوشيال ميديا وزمن الفضائيات دي بيرضع صباعه يعني. شفنا جزائري في البرازيل قبل كده والارجنتين بيتكلم مع سياح ويقول لهم الجزائر تعرفوها، يقولوا له لا نعرف المغرب، يقول لهم عندنا كسكس ويقولوا له لا ده مغربي، في الارجنتين والبرازيل. لذلك الزليج المغربي تحف تشرف، تحف حقيقيه، لانه شيء ما بيتعملش بسهوله، مش الكرلاج، مش الكرلاج اللي راح سعودي يصوره لنا وعملت لك فيديو عنه، بيرسموه بالبتاع دي اللي كان بيعمل بيها الدعايه على الميكا زمان دي، يعمل عليها الميكا وعلى الكراتين، حاجه كده مش عارف اسمها سلبنتينه، بتتعمل من الخيط الحرير، القماش الحرير، ويترسم عليها وطباعه بائسه يدويه كده يطبعها على البلاطه وبيعمل وطلع في الاخر تونسي. هعمل لك عليه فيديو اسمه سيراميك المعدونس او البقدونس، تونسي، اقسم بالله طلع تونسي يعني حتى ده طلع مسروق من تونس. حاولوا يسرقوا الزليج المغربي، الناس ضحكت عليهم فقاموا حاطين السيراميك التونسي وقال لك اهو ده الزليج الجزائري، قاموا التوانسه قالوا لهم يا جدك احشم شويه ده تونسي. ده الفرق، ولا مجال للمقارنه. لكن بوريك ان المرض ما يمشيش ومحدش بيرضع صباعه، وده مغربي، والناس الطبيعيه تقول مغربي، ما يقولش ماليزي والمرار كدو بركه بركه واصل احنا كان اسمنا المغرب انما هم كان اسمهم مش عارف ايه، الكلام الفاضي ده محدش بيعمل كده. انما تراث المغرب في كل مكان في العالم، وده شيء على فكره رائع جدا. المغاربه النهارده بيلاقي منتجاته في الاسواق الاوروبيه، بيلاقي انتيكات مغربيه في السوق الاوروبيه،
وفي امريكا وفي كندا، والنهارده بنشوف منشآت، حتى في منشآت في امريكا وفي كندا وفي امريكا الجنوبيه، نشرتها لك قبل كده، بل ان هناك مساجد مبنيه في امريكا الجنوبيه، وريتها لك في البرازيل وفي الارجنتين، بشراكه مع المغرب وبتمويل مغربي، كلها منشآت، كلها تراث مغربي. اينما ذهبت ستجد طيف المغرب في هذه البلاد، اخرها ماليزيا. هذا الفيديو فيديو رائع جدا للزليج المغربي، الفن اللي بيتعمل واحده جنب واحده مش بسهوله، ولا اي حد يعرف يعمله مهما حاول، لان التراث ما بيتقلدش، لان التراث هنا في المغرب زي الزليج ده في كل دار، في الشارع، في السقايات، في كل مكان هتلقاه بيشتغل، لان عليه مستهلك وله زبون، بيعملوا في داره وبيعملوا في المساجد وفي المقاطعات والمؤسسات الحكومية، موجود في كل مكان في المغرب وسيظل في المساجد وفي كل مكان، لانه تراثهم. اما من يحاول ان يقلده مش هيلاقي له زبون، لان سعره غالي، لانه مش فاهم ده ايه، لانه ما ينفعش يعمله مهما عمل لو وقف على دماغه، وده اللي مش قادرين يفهموه. ولا هتلاقي حد في يوم من الايام ياخده ويقول جزائري مهما حاولت ومهما وقفت على دماغك، لان لا يصح الا الصحيح، ولانه مغربي والدنيا كلها عارفه انه مغربي. الزليج المغربي في ماليزيا، في الصين، في الهند، في سنغافورة، في دول كثيرة جدا، يعكس هوية وتراث المغرب اللي بيجيله الناس من كل الدنيا يشوفوه ويتعلقوا بيه ويحبوه ويستكشفوا هذا التراث، مش في المتاحف فقط لكن في الشارع. واللي يميز المغرب انه متحف مفتوح، متحف للطبيعة، متحف للتراث، متحف للتاريخ. منين ما تروح في المدن هتلقى شيء، في مراكش هتلقى جو وحاجة، في أجادير جو تاني خالص، في طنجة عالم ثالث، فاس مكناس عالم لوحده، في كل مكان هتروح هتلقى عالم لوحده. فالمقلد أو محاولة أو السارق للتراث والتاريخ هتقلد إيه ولا إيه، وهتسرق مين ولا مين لو وقفت على دماغك. لو بتفهم اصنع تاريخ لنفسك، مش عيب، إنما الخطف مش هينفع، ومش مع المغرب ومش مع ده ومش مع الزليج. الزليج المغربي في ماليزيا بيفخروا بيه لأنه مغربي، مش عشان حاجة تانية. دي الحكاية. اشوفكم على خير.